ماذا بينك وبين الله؟ تاجر المشغولات الذهبية أحمد المسلماني اللي انتهى عمره على إيد 2 من البلطجية اللي وقفوه في الشارع وثبتوه وكانوا عاملين له كمين واتخلصوا منه بشيء غريب جدا. كان في إيديهم اتصفى دمه لمدة 12 ساعة، بقوا حايسين بيه في ليلة الوقفة من مستشفى لمستشفى، مفيش مستشفى راضية تقبله بسبب سوء وضعه. كان دمه بيتصفى حرفيا. فضل من ليلة الوقفة لغاية بعد العيد، تحديدا يوم 12/6، وتوفى بعد ما تم عمل عملية ليه، بس للأسف جسمه ما استجابش، وفي نفس الوقت قلبه وقف مرتين وعملوا له انعاش، بس كان إرادة ربنا. أخوه هيكشف لنا عن حاجات خطيرة جدا، كان عن ألغاز. مين دول اللي وقفوه؟ عملوا كده فيه ليه؟ كل ده هيكشف السر وهيجاوب على كل الألغاز أخوه. الشيء المرعب اللي بيكشفه أخو تاجر المشغولات الذهبية أحمد المسلماني، بيقول الاتنين البلطجية دول هم أصلا كانوا بيشتغلوا عنده في المحل، واحد اسمه فارس والتاني ما ذكرش اسمه. المهم الاتنين البلطجية دول كانوا شغالين عندهم في المحل، كانوا حرامية، مش بس بلطجية، لا كانوا حرامية. سرقوه كده في حوالي من 1.5 كيلو ل2 كيلو دهب. ازاي عرف احمد المسلماني بسرقتهم ليه؟ هو بيقول الموضوع كان من حوالي 3 سنين. بيقول ان هو عمل جرد للمحل واكتشف ان في مشغولات ذهبية داخلة على 2 كيلو كانت ناقصة. طبعا بمراجعة كاميرات المراقبة لقوا ان اللي هم شغالين عنده فارس والتاني كانوا بيحطوا الخواتم او اي حاجة ليها قيمة عالية في جيوبهم، وطبعا كل ده متبين في الكاميرات المراقبة. واجههم وان هو قال لهم ان هم يرجعوا الحاجات، طبعا هيهات هربوا كده. وهو بعد ما حاول يحلها ودي معاهم، هو طبعا كل الناس بتحبه وبتشهد ليه بحسن اخلاقه وكان طيب جدا، عشان كده خلاص قرر ان هو يعمل بلاغات ضدهم. وفعلا البلاغات اتحركت لغايه ما وصلت للمحكمه واخدوا حكم غيابي وهم كانوا هربانين. وطبعا عدت الشهور والسنين واحمد قرر ان هو يستمر في عمله. كل الكلام ده طبعا اخوه بيحكيه، وان هو يلتفت لعمله، خصوصا ان هو عنده طفل عنده 2 سنين، فهو يعني كابتن بدر حسبي الله ونعم الوكيل. وبيشتغل شغله عادي. هم كانوا مرقدين له بقى وناويين له على نية. بيقولوا كانوا في الفترة اللي فاتت دي كانوا بيبعتوا رسائل تهديد كتيرة جدا، خصوصا بعد ما اخدوا حكم قضائي غيابي ضدهم. وكانوا بيقولوا ايه، خلوا بالكم من ابنكم، مش عارفه، ويهددوكم انتوا لسه شفتوا حاجه، ده تقيل جاي، ده احنا لسه هنوريكم. يعني بلطجيه وبجحه كمان. مش بس كده، كمان بيقولوا ان هما كانوا خايفين يتكلموا، او الزوجه والام كانوا خايفين يتكلموا، كانوا خايفين على الابن الصغير، حتى يعني ان يحصل له اي حاجه، ده احنا هنخطفه، ده احنا هنعمل فيكم، هنسويكم، واللي طبعا ابتدوا يتكلموا يكشفوا عن كل الحاجات دي والتهديدات دي بعد ما توفى احمد في العنايه المركزه بعد خضوعه لكذا يوم جوه المستشفى. فقرروا ان هم يكشفوا الحقيقه كامله. ومن بجاحتهم ان هم، اخوه بيقول لما كان واخد مرات اخوه ورايحين المحكمه قابلوا اخو البلطجي اللي هو اسمه فارس، وبيقول من البجاحه ان هي كانت بصلنا وبتضحك في وشنا، انها مش هاممها حاجه، واي عيله كلها يعني ايه، هقول ايه، من شبه بقى مش اباه، من شبه اخاه فما ظلم. فبيقول وبيكمل ان هم كانوا عاملين له كمين، وكان باين قوي في الفيديو ان احمد كان معاه في العربيه واحد تاني تقريبا اسمه عم ابراهيم، تقريبا كان شغال معاهم في المكان. احمد كان عنده 27 سنه، ده شاب صغير يعني عشان اوضح لكم. وبيقولوا اللي اسمه فارس عنده 19 سنه. بيقولوا ان هو كان معدي وكان معاهم طفل اسمه انس دوت. هم ما كانوش يعرفوه، بس كانوا هيودوه على المحطه، كان معديين من الشارع ده، وقفوا فارس، واول ما وقف قدامه كان التاني كان واقف له، اللي هو لابس قفطان،
في الشارع، يعني هو في نفس الشارع بس من ورا شويه، انه هو عايز يقول له انت وقفه وثبته وطلعه من العربيه، بحيث ان اول ما تملكه، لان انت لو كلمته وهو جوه العربيه هيطلع بالعربيه ويجري بيها، لا احنا عايزينه بره، يعني ايه تسحبوا لي كده بره ونبقى مالكه. وفعلا وقفوا وسلم عليه. احمد كان باين جدا ان هو بيبتسم وبيضحك ومش باين عليه اي حاجه، بس الغدره كانت في البلطجيه التانيين والحراميه. فبيقول ان هو بعد كده طلعه من العربيه، وكان باين كده ان هو كانه ماسكه عشان ما يهربش منه، وعمل مشاده، طلع من جيبه آلة حاده وعوره في دراعه. وكان التاني بقى انه انت مسكته وثبته، انا بقى جاي لك، وقعد يخبطه في رقبته جامد جدا. بيقول ان هو كان اصابته خطيره جدا في رقبته وايديه من السلاح اللي كان معاهم اللي هو الابيض. وبعد كده بيقول لدرجه اخوك من كتر الاصابات كان دمه بيتصفى والعربيه كانت مبهدله دم. حتى عم ابراهيم لما كان بيحاول يدافع عن احمد كان اتصاب في ايديه برضه بنفس السلاح الابيض اللي كان معاهم. وراحوا على المستشفى. بيقولوا كان بيلفوا بيهم من مستشفى لمستشفى، المستشفيات ليله واقفه، المستشفيات اجازات، محدش عايز يقبله بسوء حالته الصحيه ديت، لحد ما وصل المستشفى. طبعا هما من رشيد محافظه البحيره، كان حالته صعبة جدا وكل مدى من سيء لأسوأ. بيقول إن أخوه كان متبهدل، كان في إيديه وفي راسه ومناخيره مقطوعة بسبب الإصابات دي. كان هما بعد ما عملوا فيه اللي ما يعمل دول وتمكنوا منه قوي، خلاص مشوا انهم علشان محدش يمسكهم، وفي نفس الوقت ان خلاص احنا كنا مرتبين على حاجه فاحنا كده برافو يلا. طبعا ده الفيديو اللي من ضمن الفيديوهات اللي كان مصورينها على موبايلاتهم، بتبين ان وهو بياخد الحاجات. وصور تانية كتيرة جدا، يعني حرامية وبلطجية، كوكتيل كده تجربة بعض. دول لازم يتعدموا ان شاء الله، لازم يتعدموا، لان النوعية دي يعني ما يستنوش. الله يرحم احمد، وان شاء الله هيجيب له حقه عن قريب جدا. ولازم نفعل هاشتاج حق احمد او حق المسلماني لازم يرجع. وبرضو حاجة مهمة نسيت اقولها، ان اخوه قال ان من يعني بسبب اوضاعه الصحيه ان هم كانوا بيحاولوا يقولوا له ده الجسم مش مستجيب لاي حاجه، ان سبحان الله اراده ربنا يعني كانت هتتكتب خلاص، وهو عمره كان بينتهي الله يرحمه. ويعني بس كان طيب، كل الناس بيشهدوا له ان هو طيب وغلبان قوي وكده، بس سبحان الله يعني ناس كتير يقولوا ازاي شغل عنده الاشكال دي. كان حاطط حسن النية فيهم، بس هما ما قدروش ان هو كان امنهم، كان يقفلوا ويفتحوا، حاطط حسن النية فيهم، بس ما ينفعش مع البلطجية. بيقولوا حتى الكبد كان توقف عن العمل، حاجات كتير كانت بايظة، هو عمره كان بينتهي زي ما قلت، قلبه وقف مرتين وأنعشوه وراية ما إرادة ربنا اتكتبت. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. وزي ما قلتها هقولها مرة تانية، هاشتاج حق المسلماني لازم يرجع، واحنا واثقين في قضائنا العادل.